كتير من المرضى بتوعنا سمعوا عن موضوع الاوت بيشنت هيب او ني ريبليسمنت سيرجري او الداي كيس هيب او ني ريبليسمنت سيرجري، وبيسالونا لو دي ينفع تتعمل عندنا في مصر. ايه هو ده اصلا؟ ده عباره عن المريض بيجي يوميها الصبح يعمل العمليه، وبعد العمليه بساعتين 3 من عمليه تغيير المفصل الحوض او الركبه بيروح بيته. قبل ما اجاوب عن الموضوع ده لازم نفهم ايه المغزى من الداي كيس سيرجري. ان رقم 1 لما المريض طبعا بيتحرك بدري ده بيبقى احسن للريكفري، ورقم 2 ان القعده لفترات قليله في المستشفى ده بيقلل نسبه حدوث العدوى اللي ممكن الواحد يكتسبها من المستشفى. ولكن برضو في مغزى اقتصادي كبير قوي بيهتموا بيه في الغرب، وهو ان هو الاماكن اللي موجوده في المستشفيات او الاسره اللي موجوده في المستشفيات تعتبر محدوده، وان تكلفه بيات المريض في المستشفى عليهم بتقف غاليه جدا. احنا ما عندناش المشكله دي الى حد ما، يعني المريض عندنا عمر ما كانت المشكله في سرير فاضي في المستشفى ولا لا، هي بالعكس احنا ممكن يبقى في اماكن كتيره في المستشفى، المكان ممكن ما يبقاش متوفر في غرفة العمليات ولكن متوفر في السرير بتاع المستشفى. رقم 2 ان احنا الكالتشر او الثقافة بتاعتنا مختلفة، المريض عندهم عاوز يعمل عملية وفعلا يروح بيته ينام في السرير، المريض عندنا عاوز يعمل عملية وعايز يقعد في المستشفى واهله يجوا له ويزوروه ويقعدوا معاه ويجيبوا له شوكولاتة ويحس ان هو عمل عمليه كبيره. وبالعكس المرضى كتير جدا بيجوا يقولوا لها ده انا عايز اقعد يوم واثنين وثلاثه، ما تروحنيش بدري يا دكتور، ما تشيلش هم البيات في المستشفى، المهم ايه اطلع وانا كويس وماشي على رجلي. رقم 3 ان المريض لما بيروح بيته بيبقى لازم يبقى فيه some sort of monitoring، لازم نتابعه، بيبقى فيه بقى هناك امكانيات ان في ساعات مرضى بيبقى معاهم زي سمارت واتش او مونيتور ياخدوه معاهم البيت عشان يتابعوا الضغط يوميها، ولو في برضو ألم زيادة يبقى في مسكنات يقدر ياخدها في البيت وما إلى ذلك. إحنا عندنا المتابعة عن بعد دي برضو مش موجودة عندنا، في المريض لما يروح لو تعب ضغط وطي حصل شوية نزيف هيضطر يرجع المستشفى تاني، وده هيبقى ديستريس كبير جدا لأهله. فإحنا بنحاول نمسك الأمور من الوسط، إن المريض يعمل عملية تغيير المفصل يبات ليلتها في المستشفى ويصحى تاني يوم نطمن عليه ونعمل له هيموجلوبين وتحاليل ويروح تاني يوم الصبح من المستشفى.